اختطاف 3 مصريين وطلب فدية 5 مليون دولار من الحكومة المصرية في دولة مالي غرب الساحل الافريقي. طيب مين اللي خطفهم واتخطفوا ليه؟ كل ده هنعرفه لما نعرف الاول وضع دولة مالي غرب افريقيا عامل ازاي من البداية. الساحل الغربي الافريقي مش من الدول الغنية او المتقدمة، وبرضه الامان والحكومة مش على اعلى درجة من الانضباط، وده اللي خلق لنا بيئة مناسبة لتكوين جماعات مسلحة بتتكلم باسم الدين زي اللي حصل عندنا في سينا بالظبط. ولكن مصر بجيشها واولادها وتضحياتها هي اللي قدرت ان هي تخرج الناس دي من سينا وتنهي وجودهم تماما. جماعة نصرة الاسلام والمسلمين ده اكبر تنظيم مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة موجود في الغرب الساحل الافريقي، واتأسس سنة 2017 في دولة مالي. التأسيس ده ما جاش من يوم وليلة، التأسيس ده جاي من اجتماع 4 جماعات جهادية كانت متواجدة في الاصل في دولة مالي. عندك انصار الدين، المرابطون، امارة الصحراء، جبهة تحرير مسينا، دول ال4 جماعات الجهادية اللي اتحدوا تحت اسم واحد، جبهة نصرة الاسلام والمسلمين، وزعيمهم والقائد العام للجماعة دي اسمه اياد غالي. الجماعة دي بتتبع فكرة تنظيم القاعدة، بمعنى ان احنا هنكون دولة بتحكم بحكم اسلامي، دولة اسلامية بتشمل كل الدول اللي موجودة في الساحل الغربي الافريقي، وبالتالي الجماعات دي بتعادي حكومات الدول اللي موجودة حاليا. على سبيل المثال حكومة مالي، حكومة النيجر، حكومة بوركينا فاسو، وبيقولوا ان الحكومات المحلية للدول دي هي حكومات عميلة لدول الغرب زي فرنسا وروسيا. جماعة نصرة الاسلام والمسلمين مش موجودين في مالي بس، لا هم منتشرين ومتوغلين في الغرب الافريقي. يعني مثلا هنلاقيهم في مالي، النيجر، هنلاقيهم متواجدين في بوركينا فاسو، تواجد خفيف في موريتانيا وتشاد، وبيعملوا فيهم عمليات ضد جيوش الدول دي، ضد قوات الامم المتحده وضد البعثات الاجنبيه. ونيجي بقى للنقطه المهمه واللي بتمحور حواليها نقطه خطف ال3 مصريين. الناس دي مين اللي بيمولهم؟ مين اللي بيصرف عليهم؟ الجماعه دي بتعتمد على الدرجه الاولى على الفداء، بمعنى ان انا اخطف مثلا اجانب، اخطف شخصيات عامه من الدوله، اخطف ناس اغنياء واطلب فديه عليهم. وعلى الناحية التانية أنا طبعا كجماعة مسلحة مسيطر على جزء من الأراضي، فالأراضي دي بيبقى عليها قرى، بيبقى عليها تجار، فأنا بفرض عليهم ضرايب وإتاوات علشان أخليهم بس يعيشوا في سلام وياكلوا عيش، بلطجة يعني بمعنى أصح، ولم منهم الجباية دي. وفي نفس الوقت وأنا مسيطر على الأراضي دي بلاقي في أراضي الدولة دي بقى مثلا موارد، ألاقي بترول، ألاقي ذهب، ألاقي معادن، أيا كان اللي بلاقيه بقدر اسيطر عليه واقدر ابيعه برخص التراب للدول التانية. وطبعا الجماعات دي بتعمل تجارات ممنوعة، وطبعا التجارات دي حلال، هي زي تجارة السلاح، تجارة الممنوعات، وبتطلع برضو تقطع الطرق على القوافل اللي رايحة العواصم بتاعت الدول دي. فاثناء بقى ما جماعة نصرة الاسلام والمسلمين عاملين كمين على الطريق اللي بيودي العاصمة المالية باماكو، كان معدي عليها 3 مصريين وكان فيهم رجال اعمال. بالرغم ان الحكومة المصرية محذرة على كل المصريين محدش يروح اصلا الساحل الغربي الافريقي، ولو رحتوا محدش يخرج بره العاصمه، علشان اي مدينه بره العواصم دي بتبقى مدينه خطره جدا ما فيهاش اي نوع من الامان، وبتبقى تحت سيطره الجماعات المسلحه. الحكومه المصريه حاليا بتتابع الوضع وبتشوف اخر التطورات، بس لسه ما نعرفش الحكومه المصريه هتقبل بالمفاوضات وان هي تدفع الفديه 5 مليون دولار على ال3، ولا هي مثلا هترفض ان هي تعمل تدخل دبلوماسي وسياسي او تدخل عسكري. ايا كان لسه هنشوف التطورات دي بعدين. ان شاء الله الحكومه المصريه تلجأ للحل السياسي، والمصريين هيرجعوا من دولة مالي سالمين غانمين وراجعين بسلامة. وهي دي كانت قصة ال3 مصريين المختطفين في دولة مالي. وكان معكم حورس كبت مسلم، ويلا اعوذوا بالعافية.